السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وراحة بال. النهاردة هنتكلم عن اللسان، تفسير رؤيا اللسان في المنام. اللسان في المنام من الرؤى المهمة، لأنها لها معاني ورسالة من ربنا ليك، لأن اللسان خاص بالإنسان نفسه، فهو بيظهر ما بداخله، واللسان دايما رمز للكلمة، لو طيبة بتتفتح لها أبواب الخير، ولو الكلمة غير طيبة فبتودي صاحبها لسابع أرض. وفي مثل بيقولوا كلنا عارفينه: لسانك حصانك، لو صنته صانك، لو خنته خانك. ممكن يفتح لك أبواب، يعني اللسان يا حبايبي ممكن يفتح لك أبواب الخير وأبواب الشر. تعالوا يا حبايبي نشوف معنى رمز اللسان في المنام. أولا، لو اللسان فيه زيادة من طول أو عرض فهو قوة وظفر على الأعداء، يعني انتصارك على أعدائك. لو شفت لسانك سليم ونضيف مفهوش مرض أو أي تعب، بيدل على إيه؟ بيدل على الصدق وحسن الكلام وقوة الحجة. أما اللسان الطويل بيدل على القدرة على الدفاع عن النفس أو الجدال، وأحيانا يرمز إلى المخاصمة أو المنازعة وبذاءة اللسان. أما لو كان عندك خصومة مع حد أو مشكلة معينة مع حد معين وشفت إن لسانك طويل، فده بيدل على إيه؟ على انتصارك عليه، انتصارك على عدوك، يعني بسبب قوة الحجة عليه وفصاحة لسانك والقدرة على أخذ حقك. أو ممكن ربنا يسخر لك حد يدافع عنك وياخد حقك تالت ومتلت، وهتشوف ربنا جاب لك حقك ازاي، يعني هيرجع لك حقك بطريقة هتحمد ربنا عليها. أما اللسان المربوط في المنام، لو شفت نفسك لسانك مربوط أو مش قادر تقرأ قرآن، ودايما المنام دهوت بيجي في المنام على إنسان في جن بيطارده، في جن قدامه فبيقرأ عليه قرآن، بيكون لسانه تقيل مش عارف يقرأ القرآن عليه، فده معناه أذى روحاني أو خوف أو توتر، حسب سياق المنام وحسب ما جه في الرؤية، والله أعلى وأعلم. أما اللسان بقى لو كان مريض أو عليه حبوب وتعبان، فده بيدل على إيه؟ على كلام مؤذي أو كلام أنت بتتكلم فيه، وإنذار لك بعدم التسرع أو أخذ قرارات سريعة، والله أعلى وأعلم. أما لو شفت نفسك بتعالج لسانك المريض دهوت أو التعبان، فده معناه إيه؟ الرجوع عن القرارات الخاطئة اللي أنت أخذتها في يوم من الأيام، أو أنت بتتوب من الذنب اللي أنت بتعمله، والذنب ده ممكن يكون نميمة أو جبت سيرة حد أو اغتبت حد، والله أعلى وأعلم. وله معنى تاني جميل جدا، وهو بشرة خير لك بزوال الهموم والمشاكل وإصلاح علاقات وإصلاح خصومة، والله أعلى وأعلم. ما تنسوش يا حبايب اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد.